السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل الغدا ايه النهارده؟ خفيف، محشي. معقولة محشي خفيف؟ محشي خفيف، بتنجان وفلفل وكوسة. يلا بينا نعملهم بسرعة ونشوف هنعملهم ازاي، ونخلي بالنا ان الاكلة اللي بتتعمل بحب بتوصل للقلب. يلا بينا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجهز أكلة المحشي بتاعتنا. معايا 2 كيلو بتنجان اسود و2 كيلو كوسة وربع فلفل. هنزل بقى بنص كيلو بصل، البصلة متوسطة كده مش كبيرة، وهضربها في الكبة ضرب خشن. ما تنسيش وانت بتعملي اكلك زي ما احنا متفقين بنسبح ونستغفر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم طول ما احنا شغالين، ربنا بيبارك في الاكل اللي احنا بنعمله. هنزل بقى بنص كمية البصل دي على شوية زيت كويسين كده، هديها بس ايه، هدبلها كده مش هحمرها، هديها تتبيلة بس كده. وهنزل بمعلقتين كبار صلصة من الصلصة الجاهزة علشان تعزز معايا اللون، وبنزل بالصلصة في الاول علشان لونها وريحتها ما تبانش في الاكل. هديها تقليبه كده، وهنزل بقى بكميه الطماطم بتاعتي اللي انا مفرزاها. الطماطم رخيصه اليومين دول في السوق، عايزين نجيب ونفرز كده قبل العيد عشان احتمال سعرها يعلى على العيد. الحاجه لما بتبقى متفرزه في الفريزر بتوفر معايا وقت ومجهود. هديها تقليبه بقى كده واسيبها تتسبك، حبه ملح بس وفلفل اسود، وهسيبها تتسبك على النار عقبال ما اجهز بقيه الخلطه بتاعتي. اسهل حاجه البتنجان والفلفل والكوسه، انا بتهيألي اسهل من لف الكرنب والورق العنب. جبت الخضره بقى كده، بقدونس وكزبره وشبت، قطعتهم قطع صغيره، وهنا عندي 3 كوبايات رز، وهنزل عليهم بالخضره وبقيه البصل اللي كان في الكبه. في ناس بتحط نعناع بس انا ما كانش عندي، النعناع برضو بيخليه ريحته حلوه قوي. الطماطم كده كانت اتسبكت، هنزل بيها بقى. بصوا لونها جميل ازاي وريحتها كانت جباره. في ناس بتعمل المحشي ني في ني، بس لما بيتسبك بيبقى احلى. هنزل اظبط الملح بتاعي بقى، وهحط بقيه البهارات، فلفل اسود ومعلقه كزبره ومعلقه كمون ومعلقه 7 بهارات. وما تكترش بقى 7 بهارات علشان ما يغيرش الطعم معايا، ومعلقه كركم صغيره لتعزيز اللون مش اكتر يعني. كده انا بظبط البهارات بتاعتي. ما تنسيش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم طول ما انت شغاله، وتقري لإلاف قريش علشان ربنا يبارك في اللي انت بتعمليه. وما تنسوش تدعوا لاهالينا في غزه وكل المستضعفين في الارض، ربنا ينصرهم يا رب نصر عاجل غير اجل، اللهم امين يا رب العالمين. وادعوا لولادكم طول ما انتوا واقفين وطول ما انتوا بتصلوا، ربنا يحفظهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليومين دول الدنيا صعبه جدا جدا، والناس بقت بتاكل في بعض حقيقي يعني، ما بقاش حد بيجبر بخاطر حد. هنزل بقى على الخلطة بشوية زيت كويسين كده، واديها تقليبة محترمة، وابتدي بقى الحشو بتاعي. انا بقى هحط الكوسة والبتنجان مكان الحلة بتاعت تسبيكة الطماطم علشان ريحتها تبقى حلوة. بصوا لونها جميل ازاي. ما تنسوش برضو تدعوا لولادنا اللي في الثانوية العامة، ربنا يا رب ينجحهم ويجبر بخاطرهم، اللهم امين يا رب العالمين، واللي في الاعدادية كمان. كده هبتدي احشي بقى. الموضوع كله ما خدش معايا وقت والله، انا على فكره شارياهم متقورين جاهزين، بس عد تقويرهم تاني لان اللي بيقور مش هيقورهولك بضمير يعني، بس برضو بيوفر معايا وقت غير لما اخده من اوله لاخره. هحشي بقى كده، هظبط الدنيا، هرصهم بقى كده. انا بحب اوقف الحله وارص الكوسه والبتنجان وهم واقفين، مش هياخد معايا وقت خالص، وهظبط الدنيا. يا جماعة بالله عليكم نجبر بخاطر بعض، اللي يكلم حد يجبر بخاطره بأي كلمة طيبة، بلاش نضايق بعض، بلاش نجرح بعض، بلاش ننتقد بعض ونتنمر على بعض. يعني كفاية في ناس بتموت من القهر من الكلمة اللي بتجرح، فاللي يطلع الكلمة الطيبة يطلع اللي يطلع ده يطلع ده. يعني بدل ما تقول حاجة تجرح اللي قدامك، لا ادعيله بالهداية لو انت مش عاجبك حيله يعني. الدنيا رايحة باللي عليها، والموت الفجأة بقى كتير جدا، وممكن تبقى قاعد مع حد النهاردة بكرة ما تلاقيهوش، فترجع ضميرك يأنبك وتتعذب وتقول لي انا قلت له كده. طب وليه؟ خلينا من الاول كويسين مع بعض ولساننا حلو مع بعض، والكلمة الطيبة صدقة وبنؤجر عليها.
انا كده خلصت الحله الاولانيه، هكمل بقى في الحله التانية بقيه البتنجان والفلفل. الموضوع ما خدش معايا وقت خالص والله، طعمه كان تحفه وجميل. اعملي كل حاجه لولادك في البيت وما تكسليش، حتى لو بتشتغلي تقدري تفرزي، كل ما يبقى معاكي حاجه اشتري وفرزي، والموضوع مش هياخد معاكي وقت. ربنا يبارك لنا يا رب في كل النعم اللي هو بيديها لنا، وما يحرمناش ابدا من نعمه. ودايما تقولوا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وسوء نقمتك وجميع سخطك، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا كتير جدا اليومين دول، الفتن بقت كتير قوي قوي، والحياه بقت صعبه، والناس بقت صعبه جدا. يعني الواحد بيمشي في الشارع يقول ربنا يستر، ما يقابلش حد مريض نفسي يأذيه. بصوا كده الحلتين خلصوا، شكلهم حلو وتحفه. بقيه الرز بقى اللي فضل هسويه، انا ولادي بيحبوا ياكلوه كده، هسويه في حله صغيره وانا بحبه كمان. ما كانش فاضل معايا لا كوسه ولا فلفل ولا بتنجان، فقلت اسويه كده ويتاكل برضو لوحده، بيبقى طعمه حلو قوي. كده انا خلصت، هحطه بقى على النار وهديله بقى شوربه من بتاعه اللحمه اللي انا سلقتها. هحاول بقى كده اصفي الشوربه من الحبهان اللي بيجي تحت ضرس الرجاله، معرفش ليه يعني بيسيبنا كلنا ويجي تحت ضرس ايه، زوجك ابنك. هحاول كده اصفيه وابتدي بقى اسقيه بالشوربه. طعمها حلو وريحتها جميلة، وألف هنا وشفا على كل اللي أكل منه، وألف هنا وشفا على كل ضيف بياكل عندنا لقمة. دايما أدعي الدعوة دي، ألف هنا وشفا. بندي أفكار لبعض، لو ما عندكيش فكرة طبعا كل واحدة ليها طريقتها في الأكل وفي الطبخ. كان خلصنا الاكل، ما خدش في ايدينا وقت. اسهل حاجه على فكره البتنجان والفلفل والكوسه لما بتجيبيهم متقورين او ما بيبقوش متقورين بضمير، بس بيسهلوا عليكي حاجات كتير، والفرق بسيط في السعر. تقدري تجيبيهم متقورين وتعيدي عليهم تقوير بسرعه بسرعه، مش هياخدوا وقت زي ما بتقوريهم من الاول للاخر. تعالوا نشوف الاكل شكله ايه، وطعمه تحفه وريحته جميله. وخلي بالنا ان الاكله اللي بتتعمل بحب بتوصل على طول للقلب. يلا بينا نغرب ونشوف شكله ايه. جهزت بقى طبق العيلة، ربنا ما يحرمناش من لمتنا يا رب ولا لمة الحبايب. بصوا دايب دوب وريحته جبارة وجميل. انا بحب احط في الطبق الكبير ده، بحب ناكل كلنا مع بعض في طبق واحد، اللي عايز ياخد قدامه في طبق تمام، اللي مش عايز او ده الطبق بتاع البركة، طبق لمة العيلة. الف هنا وشفا. يلا قومي اعملي اكلك، وبالهنا والشفا على كل حد اكل منه، وكل واحد بيدخل عندنا وياكل لقمة. سلام.